ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ تحلية بسيطة تطري على قلبنا في الحر ده. بما اننا في موسم المانجا، انا معايا واحدة مانجا نعومي. وصفة حلوة جدا جدا وسهلة، هتعجبكم، تنفع للضيوف، تنفع ناكلها كده بعد الغدا. تسقى. انا قطعت المانجا اهو، طبعا ايدينا نظيفة. ابدأ انزل المانجا كده. دي المانجا دي مش بتاعه العصير. حلوه قوي النعومي دي لما نحطها على الكنافه، نعمل بيها الطرطات. ما شاء الله مليانه لحم. ثمرايه واحده بس كفايه على انا عايزه اسميها ايه، تحليه المانجا الفريش الطبيعيه مع الجيلي. بسم الله. ريحتها تحفه يا جماعه. المانجا حلوه وسعرها كويس جدا في السوق، في اصناف كتيره قوي تقدري تجيبيها، يعني موجوده عندك تعملي بيه. اقطع المانجا كده اهو. اهو خلاص كده قطعت المانجا، هركنها بقى. اركن المانجا كده واحضر ده جيلي مانجا. جيلي المانجا يا جماعه، افضي العبوه بقى في طبق. افضي عبوه المانجا في طبق اهو، وارجع تاني هنكمل ازاي مع بعض التحليه الحلوه دي. هعمل ايه دلوقتي؟ حطيت باكو الجيلي، هنزل عليه بكوبايه ميه مغليه. هو بياخد كوبايتين، دي كوبايه ميه مغليه. احط كده. عايزه بقى تحطي سكر، تحطي اي حاجه، دي بتاعتك. وابدا اقلب، ادوبه جدا. عمليه التحليه والسكر يا جماعه دي في ايديكم. هقلبه كويس. كيس اللي باكل جيلي بياخد كوبايتين ميه، واحده ساقعه واحده مغليه. عايزه تحطي سكر، دي حاجه ترجع لك حسب الحاجه الحلوه اللي انت بتحبيها. ادوب الجيلي كويس اهو. ممكن استعمل المضرب كمان. كده واروح نازله بكوبايه ميه ساقعه اهو، ميه ساقعه، وابدا اقلب تاني. هسيب بقى الكلام ده يهدى شويه ونرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل ازاي. هنا خلاص الخليط داب تماما اهو يا جماعه. واجيب المانجا
وانزل عليها بالجيلي المتدوب في كوبايتين الميه الساقعه والسخنه اهو، وابدا اقلب كده. انا ممكن مثلا احط المانجا في قاع الكاس او الكوبايه، طب ما هي، فانا اقلب الخليط ببعضه اهو. بياخد ان هو يجمد من 2 ل3 في التلاجة، ما بتحطش في الفريزر، في التلاجة. انا قلبته اهو، وابدا اغرفه في الكاسات. بسم الله، طعمها تحفة والله، جربوها. تفتحي التلاجة كده تلقي تطلعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا المانجا متقطعة خرط كده عشوائي يعني. اهو يا جماعة، هتعجبكم قوي. جربوها، مفيش اسهل من كده. طبعا تقدري تعملي الموضوع ده باي فاكهه، موز مع الفراوله، تقدري تعملي برقوق، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. الفاكهه كتيره جدا في السوق. انا هحط الكلام ده في التلاجة اجمده، ونرجع تاني مع بعض نشوف الموضوع وصل لايه. استنوني كده يا جماعه. طلعت الحاجه الحلوه دي من التلاجة اهي، مسكت جامد جدا، خدت ساعتين اهو. مش قادره اقول لكم على طعمها والله، في منتهى الجمال. يا ريت تجربوها اهو، حلوه جدا جدا، سهله، ما اخدتش وقت. المانجا عندك في البيت، والجيلي طبعا سعره كلام فاضي خالص، وعملنا حاجه حلوه تنفع جالك ضيوف، انتوا عايزين تطروا على قلبكم كده بعد الغدا بالليل في الحر اللي احنا فيه ده. حلوه قوي، جربيها ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير، والقاكم في فيديو جديد.